انت قاعد بتتابع اخبار الحرب او بتتابعها، فده مش عشان انت مهتم، بس علشان عقلك بيحب الدراما. عقلك بيحب احساس انك جزء من حدث ضخم، بيحب يحس انه في قلب التاريخ، حتى لو التاريخ ده ملوش اي علاقة بحياتك. السؤال مش الحرب هتوصل لفين، السؤال هو انت حياتك هتوصل لفين لو فضلت مركز في حرب مش حربك، وفي اي حاجة ملهاش علاقة بيك. السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. الحرب اللي شغالة دي لفتت نظري لحاجة مهمة جدا، وحابب أشاركها معاكم. لما نقرر إننا نبدأ وكمان نصبر، لازم كلنا ناخد بالنا من حاجة مهمة جدا، وهي الانتباه والتركيز. من أكتر الحاجات اللي بتسرق مستقبلنا، ومش منها الفقر ولا الظروف ولا حتى البلد، هي الانتباه المسروق. الانتباه هو العملة الجديدة في العصر ده، وانت كل يوم بتدفع انتباهك ووقتك بلا مقابل. كل إشعار، كل فيديو تحليل سياسي، أو كل سيناريو لنهاية العالم، أو كل تواصل أو مكالمة ملهاش أي قيمة حقيقية، كل ده وأنت بتدفع من رصيد وقتك وتركيزك. واللي محدش قالك عليه إن في نظام في المخ اسمه ثريت بايس، وهو تحيز التهديد. يعني هو مبرمج إنه ينجذب للتهديد، وده طبيعي علشان يحميك من أي خطر. وعشان زمان من آلاف السنين كان مثلا لازم يعرف في أسد قريب ولا لأ. والمشكلة دلوقتي إن الأسد ده بقى خبر على التليفون، لكن في فرق بين خطر حقيقي وخطر وهمي. ولو في خطر فعلي عليك، جسمك لازم يتوتر، وده طبيعي. لكن لما تتوتر بسبب خبر ما بين دولتين على بعد آلاف الكيلومترات عنك، يبقى هي دي المشكلة، وجسمك مش بيعرف يفرق. الكورتيزول بيعلى، وقلقك بيزيد، وتركيزك بيقل، وإنتاجيتك بتنزل، حتى لو مخدتش بالك. وانت فاكر انك واعي سياسيا، لكن الحقيقة انك مستنزف عصبيا، وده ينطبق على اي شيء. ما تيجي نسأل نفسنا كده كام سؤال صريح. لو الحرب دي انتهت بكرة او حتى فضلت شغالة، ايه اللي هتغير في حياتنا؟ هل دخلنا هيزيد، ولا مشاريعنا هتكمل لوحدها، ولا مهاراتنا هتتطور، ولا هندور على أزمة تانية نتابعها؟ أكيد مش منطقي. الأهم من كل ده فعلا إنك تركز على حربك وأزماتك، وما تخليش أي حاجة تاخد انتباهك وتركيزك. خليهم لمستقبلك ولأهدافك. الحياة العادية والمنظمة وفيها تركيز صعبة، لأنها محتاجة مسؤولية. ومعلش هسألك كمان سؤال، كم مرة قعدت ساعة كاملة تخطط لحياتك ولمستقبلك؟ وكم مرة قعدت ساعة كاملة تتابع فيها تحليلات سياسية، أو أزمات عالمية، أو أخبار لناس حواليك؟ بجد الإجابة على الأسئلة دي هتوضح لك حاجات كتير أوي. عارف ليه بنختار الأسهل؟ لأن التفكير في العالم اللي حوالينا مش بيطلب مننا تغيير، لكن التفكير في حياتنا بيطلب مننا نتغير ونتحرك. في نوعين من الناس في أي أزمة، ناس بتستهلك الحدث وناس بتستغل الحدث. أيام الحروب والأزمات في ناس كانت بتتعلم، وناس كانت بتبني شركات، وناس كانت بتأسس مستقبلها، مش لأنهم مش مهتمين، لأنهم فاهمين إن أفضل رد على الفوضى هو بناء نفسهم ومستقبلهم. العالم عمره ما كان مكان مستقر، من أيام الإمبراطوريات والحروب العالمية والأزمات الاقتصادية. ومع ذلك في كل عصر في ناس قدرت تنجح، وده عشان تركيزهم كان لحياتهم ومستقبلهم. بص لنفسك بصراحة، هل متابعتك للأخبار والأزمات العالمية والأخبار غيرك حتى زودت وعيك، ولا زودت خوفك؟ هل خلتك تتحرك، ولا خلتك تقعد تتفرج وتتكلم؟ بلاش نستخدم الأحداث والأزمات العالمية دي ولا حتى حياة ناس غيرنا علشان نهرب من مسؤولياتنا احنا، ونقول مش وقته أبدأ مشروع، الدنيا مش مستقرة، أو خلينا نشوف الدنيا رايحة فين، أو أصل حصل مع فلان مش عارف إيه. الدنيا عمرها ما كانت رايحة لحتة ثابتة. في فلسفة قديمة اسمها دايرة التحكم، فكرة بسيطة جدا، وهي عبارة عن إن في حاجات نقدر نتحكم فيها، وفي حاجات عمرنا ما هنقدر نتحكم فيها. والذكاء الحقيقي مش إننا نعرف كل حاجة، الذكاء إننا نعرف إيه اللي نركز فيه وإيه اللي ما نهتمش بيه. مش بقولك ما تتابعش أخبار خالص وتنعزل عن العالم، لأ، اعمل فلتر كده، واسأل نفسك سؤال قبل ما تتفرج على أي حاجة أو تهتم بأي حاجة. هل ده هيحركك خطوة لقدام، ولا هو مجرد فضول وبس؟
هقولك على حاجة تجربها لمدة أسبوع. تابع الأخبار مرة واحدة بس في اليوم، وما تشغلش بالك بأخبار غيرك. وكل ما تمسك التليفون علشان خبر، افتح حاجة تطورك بدل الخبر، وشوف دماغك هتروق ازاي. وتخيل نفسك بعد 5 سنين، هل هتفتكر تحليلك للحرب وللأزمة؟ ولا هتفتكر انك ضيعت وقت كان ممكن تتعلم فيه حاجة، او تبني فيه دخل اضافي، او تقرا فيه كتاب يغير طريقة تفكيرك؟ الأحداث بتمر وبتتغير، والترند بيتنسي، لكن النسخة اللي بتبنيها من نفسك هي اللي هتعيش وهتفضل معاك. واطمن، مش لأن العالم آمن، لأنك مش مطالب تنقذه ولا تغيره، انت مطالب تنقذ وتغير حياتك. أصل الحقيقة البسيطة إن أكبر حرب لازم تكسبها مش اللي بين الدول، هي اللي بينك وبين تشكيكك في نفسك. لكن انت تقدر. في النهاية أنا عايز أقولك، ما تنتبهش وما تركزش في شيء ما يخصكش، مش هتقدر تعمل فيه حاجة، مش هتقدر تحقق فيه أي تغيير. ركز وانتبه لحياتك ومستقبلك، هما دول أهم حاجة. ولو الكلام ده وصل لك وفادك بأي شيء حتى لو بسيط، استناني إن شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم.